السلام عليكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. النهارده كان الاتنين وكنت صايمة أنا وولادي وجوزي، فيلا بينا كده هنعمل فطار خفيف أوي، فطار خفيف على المعدة بعد صيام طول اليوم. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بإسم الله ونصلي على الرسول وندخل كده نشوف فطارنا إيه النهارده. معايا صينية مليانة من الخضار وفرخة مغسولة حلوة أوي. بس أول حاجة دلوقتي هنبدأ بيها هنجيب بصلاية وطماطماية وقرن فلفل أخضر، نمسكهم كده ننضفهم ونديلهم غسلة حلوة ونيجي نقطعهم في الكبة. صينية الخضار دي هنعرف دلوقتي كل تفاصيلها، بس عشان ننجز في الوقت هنفرم دلوقتي بصلاية وطماطماية وقرن الفلفل الأخضر ونيجي نشوف هنعمل بيهم ايه. الفرخة الحلوة اللي قدامكم دي جبتها كده غسلتها وعملت لها كده محلول من النقع علشان ما يبقاش فيها أي ريحة زفارة خالص، وغسلتها كده غسلة نظيفة. ويلا بينا بقى نشوف هنتبلها ازاي. طبعًا فرَمنا الكلام ده كده مع بعض، هنجيب دلوقتي كده طبق وهننزّل فيه الخلطة الحلوة دي، وهنبدأ دلوقتي على طول إن إحنا نتبّلها. معايا إيه، معايا ملح وبابريكا ومعايا الخلطة اللي إحنا كنا عاملينها مع بعض، عاملينه دلوقتي فيديو كده على القناة، لو يعني ما شفتهوش والّا حاجة روحي شوفيه هيفيدِك جدًا وهيودّي معاكِ الأكل لحتّة تانية خالص. تمام. هننزّل دلوقتي الملح وهانزّل كمان شوية من البابريكا وشوية من الخلطة اللي إحنا كنا عاملينها التوابل دي على بعضها كده. دي بُصّي شوية يعني مجموعة توابل كده كتيرة عاملينها كده مع بعض، باقول لِك بُصّي بتودّي معاكِ الأكل في حتّة تانية خالص. يالّا بينا دلوقتي نتبّل الفرخة بتاعتنا بقى، بُصّي بقى من جوّه الفرخة ومن برّه ومن تحت الجلد، مش هنخلّي مكان في الفرخاية بتاعتنا غير وهي متّبلة، ونسيبها بقى كده على جنب خالص تشرب بقى من التتبيلة دي عشان تبقى الفرخة أو اللحمة ذات نفسها طعمها حلو. تمام. هنسيبها بقى دلوقتي خالص كده لمّا نقطّع الخضار اللي معانا. طَب الصينية دي فيها إيه؟ فيها دلوقتي كوسة، كُلّه طبعًا خضار فريش صابح وطازة. معايا دلوقتي كده كوسة وجزر وطماطم تكون جامدة كده وماسكة نفسها ما تكونش مفعّصة ولا طرية ولا حاجة، ومعايا بطاطس ومعايا شطة ومعايا فلفل أخضر. تمام. مع إن والله الشطة دي أنا جبتها وبعد ما عملتها وخلاص هاحطها على الصينية افتكرت إن عندي بنتي مش بتحب الحراق، ما رضيتش أحطه خالص. بس تمام، لو أنتِ بتحبوا يعني الspicy والحراق وكده، حُطّي عليها شطة وهتبقى حلوة جدًا، جدًا. تمام. دلوقتي بقى كده هنبدأ إن إحنا نقشّر في الخضار بتاعنا، البصل والبطاطس والكوسة والكلام ده كله والطماطم كمان نحوش الحتة اللي فوق دي، المهم يعني ننضّف الخضار بتاعنا. تمام. بس كده، وهنشوف بقى دلوقتي هنعمل إيه فيه. وحشتوني جدًا، جدًا، بقى لي كتير أوي ما عملتش فيديوهات، والله بجد وحشتوني. ومش عارفة حاسة من زمان كده ما عملتش فيديوهات لدرجة إن أنا مش عارفة أتكلم أصلًا، مش عارفة أقول إيه، نسيت والّا إيه مش عارفة. وحشتوني جدًا، طبعًا إحنا دلوقتي في شهر رجب، كل عام وأنتم بخير، يا رب كده اللهم بلغنا رمضان ويجعله كده رمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها، ويخلّي لكم ولادكم ويصلح حالنا جميعًا يا رب. أيوه نقشّر كده بقى في البطاطس ونخلّص بقى الخضار اللي معانا كله. بس كده، وندّي له بقى غسلة كده محترمة، ونيجي بقى نجيب الصينية اللي هنشتغل فيها. هنبدأ دلوقتي نجيب البصل كده هنقطّعه جوانح زي ما أنتم شايفين طرنشات كده. أيوه كده. ونبدأ إن إحنا برضه نتبّله. هنحط برضه الخلطة بتاعتنا دي، ونحط برضه شوية من البابريكا وشوية من الملح، ونبدأ إن إحنا نهرس البصل ده حلو جدًا، جدًا. ما تعرفوش الخطوة دي بقى بتعمل إيه، وبتودّي الأكل في حتّة تانية خالص، وبتفرق معاكِ بجد، بجد في الأكل. تمام. وهنبدأ بقى إن إحنا دلوقتي نقطّع الخضار اللي معانا كلّه خُرَط تكون مليانة شوية، الخرطة تكون تخينة كده شوية ما تكونش رقيقة، علشان الخضار ده يفضل معاكِ يوم و2 و3، ده لو قعد يعني ما خلصش في يومها، يفضل معاكِ متماسك زي ما هو، لا البطاطساية تتهري ولا الكوساية تتهري ولا تتكسّر ولا حاجة خالص، يفضل معاكِ متماسك بالشكل بتاعه، عشان يعني المنظر العام يعني وكده. هنخرّط بقى دلوقتي كده أهو، زي ما أنتم شايفين أيوه تكون الحباية كده تكون متماسكة كده شوية، حتى الكوسة والطماطم وكل حاجة. ونبدأ برضه إن إحنا نتبّل برضه الخضار كلّه كده. أيوه. حسّيت إني محتاجة كمان طماطماية هاقطّعها كده برضه عليه عشان يبقى كلّه كده إيه، نسبة والتناسب كده مع بعض. نحط بقى الفرخة كده وننزّل التوابل دي، كنت نسيت كده إن أنا آخُد شوية من التتبيلة أقلّبهم كده في الخضار عشان كلّه يشرب من بعضه.
كام حباية كده من الحبهان عشان تشم الريحة بقى وتقولي إيه يا سيدي. ورقة من الزبدة كده هالِف بيها كده صينية الخضار بالفراخ بتاعتي كده، وبعد كده نجيب بقى ورق الفويل ونمسكها نلكفتها كده لكفتة عشان تستوي بسرعة. كنت قبل الفطار يعني مش بكتير، ييجي بساعة كده والّا حاجة، فكنت عاوزة أخلّص إيه كده كُلّه كده إيه، عشان ما أتأخرش على الفطار. نلفّها كده حلو أوي، ومش هندخّلها الفرن على طول، هناخدها على البوتاجاز كده شوية علشان تستوي، ويعني يكون عليها لسه شوية على السِوَى كده، واولّع الفرن وادخّلها تكمّل سِوَاها في الفرن، وكمان تاخد لون حلو من فوق. أيوه كده. بنتي بتقول لي: "أنتِ ما دخّلتيهاش الفرن ليه على طول؟" هي كانت بتقول لي، قُلت لها: "ما دخّلتيهاش الفرن ليه على طول؟" قُلت لها: "لأ هاسيبها على البوتاجاز شوية تاخد وتدّي كده، وقُرب ما تيجي تستوي نولّع بقى الفرن وندخّلها تكمّل سِوَى وإيه، وتاخد وِش كده." كان لسه شوية على الفطار، فقُلت بقى نعمل السلطة كده مع بعض ونسيب الرز للآخر خالص عشان الرز إيه، يبقى سُخن كده مولّع. معايا كده رابطة من الجرجير، هابدأ دلوقتي إن أنا أنضّفها كده على طول، وكنت غاسلة الطماطم وقرنين من الفلفل وجزراية وكده يعني، الحاجات كده إيه بتاعة السلطة. ننضّف بس الجرجير كده حلو أوي، وبعد كده نروح كده ننقعه في شوية من المَيّة ومعلقة كده من الخل، ونسيبه لمّا نخلّص الخضار بتاعنا اللي هو الطماطم، يعني الحاجات بتاعة السلطة يعني. نقطّع السلطة كده إيه مع بعض. يالّا بقى كده نقطّع السلطة أهو، وسِبت الرز دلوقتي خالص بقى قُرب يعني إيه، قُرب المغرب كده لمّا يكون لسه على المغرب حاجة بسيطة كده، وإيه، نبقى نعمله. عشان نغرف الرز دوبك نطفي عليه البوتاجاز ونغرف على طول عشان الرز يبقى سخن والأكل سخن. طبعًا أنتم عارفين إن إحنا دلوقتي في الشتا والجو برد وساقعة، فبنبقى محتاجين إن إحنا ناكل إيه، لقمة تكون سخنة كده ودافية. نقطّع بقى كده كُلّه ونعين السلطة بعد ما نخلّصها ندخّلها التلاجة، بس ما تحطّيش عليها لا بهارات ولا ملح ولا تحُطّي عليها أي حاجة خالص، أنتِ قطّعيها بس وحطّيها بقى إيه، في التلاجة من غير أي بهارات ومن غير أي ملح عشان ما تنزّلش مَيّتها. أيوه كده. مش عارفة إيه الكُحّة اللي ماسكانا دي، مع إن ما عندناش برد ولا حاجة، بس مش عارفة الكُحّة دايمًا كده يعني، الله المستعان. دلوقتي بقى كده هنجيب الحلة ونولّع عليها، وأول ما تسخن هانزّل على طول فيها المادة الدهنية، هننزّل على طول الزيت، هنشوف كده الزيت سُخن والّا لأ، هنفضل واقفين بقى مستنيين كده لحد أمّا الزيت يسخن، وبعد كده هننزّل شوية من الرز. طريقة الرز بتاعة النهارده دي بتاعة حماتي، والله العظيم بجد. هي أنا لمّا اتجوّزت ورُحت عندهم لقيتهم بيعملوا الطريقة دي، إحنا كان عندنا مش بنعمل كده، وأنا عن نفسي أنا دلوقتي برضه مش باعمل كده. يعني أنا باقوم جاية محمّرة الشعرية عادي، وأقوم جاية منزّلة عليها الرز بعد الغسيل وخلاص، وأفضل أقلّب فيه لحد ما ينشف كده عشان يبقى مفلفل معايا، وبعد كده أزيده بقى بالمَيّة بالشوربة وأحط له إيه، الحاجات بتاعته بقى الملح والحاجات. إنما حماتي بتعمله غير كده خالص، لازم تنزّل شوية من الرز الأول وتحمّرهم، بس مش بتخلّوهم حُمر أوي، بتخلّوهم يعني يا دوبك صُفر كده، وبعد كده تنزّل عليهم الشعرية وتكمّل تحمير بقى، على ما الشعرية تحمَر يكون الرز إيه، خَد نفس الحمار بتاع الشعرية زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده بقى ننزّل عليهم الرز، رز مصر عادي غاسلينه غسلة حلوة كده، وبعد كده ننزّله عليه ونفضل نقلّب بقى كده لحد أمّا الرز يبقى يتشرّب المادة الدهنية وينشف خالص معايا علشان يبقى مفلفل. أيوه كده، نفضل نقلّب وبعد كده نملّحه بقى، شوية بقى كده من الملح وشوية برضه من البهارات اللي أنا باقول لكم عليها. بُصّوا البهارات دي أنا باستعملها في كل حاجة، كل حاجة أنا باحطها عليها، حتى السلطة، حتى أي حاجة. بصراحة والله العظيم بتودّي معاكِ الأكل في حتّة تانية خالص. كمان واحدة من مرقة الدجاج كده لو عايزة تستبعديها تمام ما فيش مشكلة، ونبدأ برضه إن إحنا نقلّب كده. خلاص الرز اتشمّع معايا وبقى كويس، هازيده على طول بالمَيّة، هادّي له بقى المعيار المضبوط بتاعه. أنتِ عارفة بقى رزِّك بياخد مَيّة قد إيه، سواء كان رز جديد، رز قديم. كان خلاص سِبته بقى دلوقتي الرز لمّا اتشرّب المَيّة، وطّيت عليه وأدّيت له تقليبة كده وهاسيبه بقى يتردد دلوقتي. يالّا بينا دلوقتي ملّحنا بقى السلطة، كان خلاص المغرب كان بيأذّن. هانزّل دلوقتي بقى كده هاغرف دلوقتي كده أطباق السلطة، وكنت غسلت كمان الجرجير بتاعي أهو، وجِبنا كده المخلِّل وعملنا عصير، عملت شفشق كده من عصير البرتقان،
وجبنا كده الكوبايات وجهزنا كل حاجة. نغرف دلوقتي بقى. شوف الرز، شوف الرز الله عليه، باقول لِك يا دوبك طفيت من عليه النار وغرفته على طول، وكان المغرب أصلًا بيأذن، يعني كان خلاص هو دلوقتي كده بيأذن. نحط بقى كده نغرف الأكل بقى الله عليه. بُصّوا الرز قد إيه مفلفل، الرز مفلفل حباية بحبايتها، تحفة بصراحة. وريحته بقى ما أقولكيش، والله العظيم ريحته كانت زي العسل، طعمه حلو، حاجة كده كانت تحفة بصراحة. ألف هنا وشفا لأي حد كل منها. يلا بقى كده نوسع الأطباق دي بقى، وسع بقى للكبير. تعالوا بس كده إيه، نصب كده العصير الأول اللي كنت هموت عليه من ريحته. كنت عطشانة جدا وعايزة أشرب وأي حاجة تبل ريقي، والعصير شكله تحفة بصراحة. فكده يعني. يلا بقى ايه، نوسع للصينية بتاعتنا الحلوة دي الله عليه الله عليه. يلا بقى كده نشوف البطاطس قد ايه متماسكة، والكوسة والخضار كل حاجة متماسكة، وفي نفس الوقت زبدة ومستوية. حتى الفرخة كمان مستوية جدا، دايبة دوب كده، وطعمها حلو، ريحتها حلوة، فظيعة فظيعة فظيعة. أقسم بالله أقسم بالله العلي العظيم إن كانت في واحدة بره في الشارع لقيتها بتسأل بنتي بتقول لها إيه الريحة الحلوة دي، قالت لها أصل ماما بتطبخ. قالت لها بصراحة نفسها حلو أوي في الأكل. فالحمد لله الحمد لله ولله الحمد. الأكل كان ريحته تحفة بصراحة، شكله جميل. بص الرز قد إيه مفلفل، وبص كمان صينية الفراخ بالبطاطس، حاجة كده تحفة تحفة بجد. ألف هنا وشفا، وكل عام وأنتم بخير. ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم.